بسبب مسلسل اتعرض في رمضان، آلاف الشباب في مصر اعترفوا إن هم مدمنين، بس مش في تحقيق ولا في محكمة، لكن بمكالمة تليفون بيطلبوا فيها المساعدة وبصوت مكسور بيقولوا أنا مش عايز أموت كده. خلى اللي بيتفرج يبص حواليه ويبدأ يشك في كل كلمة أنا كويس سمعها قبل كده. أنا حسام حامد، مخرج، وهنتكلم عن السينما لما غيرت الواقع. خلينا نرجع لسنة 2015 مع مسلسل مش فيلم، وفي وسط زحمة المسلسلات ظهر عمل شكله تقيل، مسلسل تحت السيطرة. الأستاذة نيلي كريم بتلعب دور مريم، بنت جميلة من طبقة راقية، حياتها شكلها مثالي، بس الحقيقة هي مدمنة. الناس كانت بتتفرج ومستغربة ازاي بنت زي دي لبسها شيك وكلامها راقي تبقى مدمنة، وهنا كانت اول صدمة. المسلسل ما جابش صورة المدمن اللي احنا متعودين عليها دايما، مفيش وش وسخ ولا هدوم متقطعة ولا مشهد عنيف في شارع، دي ناس شكلها عادي ولبسهم نظيف، لكن جواهم في حرب كل يوم. اللي حصل بعد عرض المسلسل ده كان رد فعل فني وإنساني. ناس ابتدت تتكلم مش إعجابا بالسيناريو لكن عن نفسهم. أنا كنت زي هشام، أنا مريم، بس محدش واخد باله. ومع كل حلقة بتحس إن الحكاية مش معمولة عشان يقولك المخدرات وحشة، هو جاي يسمعك إزاي المدمن بيتكلم مع نفسه وإزاي بيحس إن الدنيا كلها ضده حتى لما بيحاول. المفاجأة إن بعد عرض شوية حلقات، الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان في مصر سجل أرقام غير مسبوقة. آلاف المكالمات من شباب ومن أهالي، ابني شبه هشام، أنا زي مريم، مشاعر حقيقية اتكسرت لأول مرة، وفجأة بقى عندهم الجرأة إن هم يعترفوا ويطلبوا فرصة تانية. دكاترة نفسيين كتير قالوا إن بعد المسلسل بقى سهل جدا تقنع الأهالي إن الإدمان ده مرض، وإن اللي محتاج علاج ده مش مجرم، وإن الإنكار مش حماية، دي مشاركة في التدمير. وبحسب تقارير حكومية، عدد المتقدمين للعلاج في 2015 وصل 104 ألف حالة لأول مرة، بزيادة ضخمة جدا عن السنين اللي فاتت. وده كان تأثير المسلسل. المسلسل اتعرض وعدى، لكن بعض المراكز وقتها سجلت نسب شفاء أعلى، وفي مرضى كتير جدا بقوا منتظمين، وعدد كبير بدأ العلاج بسبب مشهد أو جملة اتقالت في المسلسل. كل ده من تحت السيطرة، لا غير قانون ولا فضح حد، لكن خلى آلاف الأسر تسأل السؤال اللي بيهربوا منه: هو ممكن حد من اللي بحبهم يكون محتاج مساعدة وأنا مش واخد بالي؟ الزفت ده ليه؟ مش عارفة. وفي الاخر المسلسل ده ما كانش مسلسل رمضاني عادي، ده كان حديث الشارع المصري كله، وقدر يدخل كل بيت وما قالش للناس اعترفوا، هو خلى الاعتراف اهون. ما كانش بس عن الادمان، كان بيتكلم اكتر عن الانسان، وخلى الكلمه اللي بنقولها كل يوم انا كويس تبقى مريبه شويه، وخلونا نفتش وراها. واخر حاجه لازم نشكر القائمين على هذا المسلسل. الانتاج لشركه العدل جروب، والسيناريو والحوار للاستاذه مريم نعوم، والقصه والاخراج للاستاذ تامر محسن. شكرا لكم. هكون مبسوط لو عملت سبسكرايب علشان تشوف باقي الحلقات.